مثالي للي هيلعب ضربه حره ان الكره تعلى من فوق الحيطه وتنزل، لكن لو قريبه قوي ممكن تبقى مشكله، بعيده قوي تبقى مشكله. مكان مميز يبحث عن اول اهداف اللقاء نادي الجونه. نلعب في الدقيقه 13، موقف صعب، اختبار صعب لنادي الزمالك، والحائط والحارس. نعم هدف اول، نعم هدف اول، اول اهداف اللقاء. مش قلت لكم لقاء صعب وهدف قد ياتي، وهو موقف صعب واختبار قوي جدا، اختبار قوي جدا جدا جدا. وحسن جمعة يتألق في غير أيامه، حسن جمعة بيتألق يوم الثلاث. نعم جمعة، ربنا يخلي جمعة يتقدم بأول أهداف اللقاء لنادي الجونة، وفرحة جماهير الجونة في المدرجات كبيرة، في لعبة جميلة ومثالية من مساحة قلت لحضراتكم وزاوية تسمح تماما إن الضربة الحرة تعلى من فوق الحيطة وتنزل. لو قريبة قوي بيبقى صعب إنها تنزل تاني من فوق الحيطة، لو بعيدة قوي الحارس بيبقى عنده رد الفعل. لكن دي مثالية وجميلة وسريعة. راح عبد الواحد، هو راح بإيدين الاثنين، حتى لو راح بإيد واحدة ما كانش هيطولها. بينه وبينكم هدف جميل وممتع يستحق من خلاله حسن جمعة الإشادة والتحية. 1-0 للجونة. إبراهيم حسن وطارق سليمان وطرف الشمس، ولا استفادوا من الهواء ولا حلاوة المية والبحر. الكرة العرضية قد يكون التعادل، قد يكون التعادل، وشيكا يسجل التعادل. عملها شيكابالا مرة، وعمرو زكي مرة، عمرو الإنجليزي مرة، وشيكابالا بالعربي مرة. تيكت ايزي. الزمالك يعود بالعربي وبالإنجليزي، انطلاقة واختراقة وعرضية وأرضية، وبالقدم اليمنى في الزاوية اليمنى يسجل شيكابالا عاشر أهدافه النجم الكبير، ويصبح هدافا للدوري من جديد. 1-1 بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني، وبعد ما خرج جمهور الزمالك من هدومه عاد من جديد للسعادة، للفرحة، للابتسامة، وجاءت بأقدام النجم الكبير شيكابالا. نعم شعار رفعوا لعيبة نادي الزمالك ونادي الزمالك بشكل عام، وحسام حسن مع كل التحية لهشام الجخ طبعا، الشاعر العربي الجميل، الشاعر المصري اللي شرفنا وسط العرب كلهم. يدخل نادي الزمالك رافعا شعار: خبئ خسائرك القديمة كلها، واكتب لجماهيرك اليوم نصرا عزيزا لها، لا صمت بعد اليوم يعيد الهزائم لها، فالبطولة في الانتظار فما أول حاجة بيفكر فيها ضربة حرة. شوف برضه هتاخد وقت قد ايه. بص، أول مرة أشوف مباراة ضربات الحرة تتلعب فيها بعد كل هذا الزمن من لحظة الاحتساب للخطأ. النادي الأهلي عنده مباراة مع الاتحاد الخميس القادم، مباراة كبيرة، مباراة مهمة أمام محمد عامر. فوز النادي الاتحاد يعيد إليه الثقة. النادي الأهلي نتمنى أن يعود لمستواه الطبيعي. وضربة الراس والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني عملها صامويل أوكران، وضربة راس صعبة على الحراس لينجح نادي الجونة بعد 80 دقيقة، ومن ضربة حرة وبضربة راس صعبة على الحراس يقدم نادي الجونة الهدف الثاني، ونادي الزمالك هدف واحد فقط. أكيد لا يكفي في المرحلة القادمة. 2-1.